وقت بدل ضائع. اخر هجمه تمريره على طول صلاح الدين عادل اتحرك امامنا نجم الشوط الاول اللاعب ايبولا. يا ولد يا عالمي، هدف حلوه ستيفان ايبولا عامل التمريره، لكن امامنا اهو بيب ندياي يسجل بيب ندياي هدف للسنغالي، ضربه راس وهدف مستحق للهلال، هدف لسيد البلد. لكن هدف ايه؟ هدف متعه، هدف تحضير رائع وضربه راسيه طلقه. لكن ايه؟ نجم الشوط الاول ستيفان ايبولا واحد من النجوم. لكن شوف والله كينجا واندا عملها حلوه قوي. الايبولا بقى الرقابه مش موجوده والخبره قليله عند فرج بنجيما، والكره العرضيه المثاليه. بص عايزه اللمسه وضربه راسيه. طلع بوعجله وطلع ندياي وطلع كمان كينج واندا، وكان طلع غربال. يعني التبديلات اللي اتعملت من اجل الحفاظ على الفوز واغلى 3 نقاط، والمتزمل بيضيع فرصه كبيره بعد فرص كانت برضو خطيره لنادي الهلال. فرصه امامنا هنا، محاوله الوصول، ممكن التعادل. صالح وهو صالح مرهومي. شوف بقى وسط التفوق من جانب فريق الهلال يأتي التنظيم الهجومي لأول مرة ويسجل التعادل لطوال في وقت ايه مش ممكن. وقلت لحضراتكم النجم بيسجل في اللحظات الأخيرة، عملها في مباراة الذهاب وبيعملها أمامنا اهو. تمريرة حلوة قوي، التمريرة من البديل اللي دخل أصيل الجزيري، أصيل عملها حلوة قوي. وصالح أمامنا اهو، صالح مرهومي يسجل التعادل، مرهومي في الوقت البدل الضائع في هذه المباراة. شوف كرة القدم أحيانا ما تكونش عادلة، لأن ما قدمه الهلال لسه بقول لحضراتكم هل ينهيها ياسر متزمل الفرصة